أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد عمرو مصطفى يعتذر للجمهور بسبب محمد رحيم، فما القصة؟ حرص الملحن عمرو مصطفى على الاعتذار لجمهوره والسبب لحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي التي تواصل طرح المنشورات الجديدة رغما عنه، وهو الأمر الذي كشف أنه لا يتحكم فيه. وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي فيسبوك عن الأمر توضيح: الصفحة بطريقة تلقائية بتنزل بوستات كل يوم في ميعاد معين، وبيتم مسحها، ولمدة 3 أيام سيتم مسحها نظرا لوفاة أخي العزيز محمد رحيم. تحياتي. خبر وفاة الملحن محمد رحيم كان صادما للجميع، إذ لم يستوعب أصدقائه وأهله الخبر، وكذلك أرملته أنوسة كوتا التي قالت في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي: زوجي الراحل كان ملحنا عالميا ولحن لكبار مطربي العالم العربي والأجانب. وأكدت أنوسة: التقارير المنتشرة على الإنترنت بشأن وفاة محمد رحيم مزورة وليست صحيحة، وجثمانه لم يكن به كدمات أو خدوش، والوفاة طبيعية. وتابعت: زعلت وصدمت وتعرضت للانهيار بسبب تأخر موعد دفن جثمان محمد رحيم عن الطبيعي، ولو كان هناك شبهة جنائية في وفاته لتصديت لذلك. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.